من قبل المواطنين. الآن أترك الميكروفون لزميلي سالم السيف. سيداتي آنساتي سادتي، نعود بكم مرة ثانية لنتابع معكم الشوط الثاني من مباراة كرة القدم التي تقام تحت رعاية صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. الآن على يدك اليمين فريق نادي فنجا، وعلى يدك الشمال فريق نادي ظفار. انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقان 1. جبل اللي عند الكرة هو اللي راح يضرب الكرة، لا يحاول رقم 10 وخطأ يصل. حتى الآن راح نوضح لكم الجول اللي جابه في الدقيقة حوالي 6 من الشوط الثاني 10 اللي هو عبد الرحمن سالم يحرز الهدف الثاني لصالح فريق نادي ظفار. النتيجة الآن 2-1 لصالح فريق نادي ظفار. يعني لو استطاع فريق نادي ظفار يحافظ على النتيجة هذه كان لأول مرة بيفوز بكأس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. لكن منو اللي راح يغلب اليوم هذا ما يندرى. الغلب في نهاية صفارة الحكم. فنجا عند الكرة فنجا ويحاول يعلي وفعلا علاها وحلوة. محمد حارث في الدقيقة 23 من الشوط الثاني يسجل محمد حارث الهدف الثاني لفريق فنجا. الكرة هذه مسؤول عنها دفاع نادي ظفار. مفروض نادي ظفار يغطي على اللاعب محمد حارث وحارس مدة 2 ينهار في هذه السنة، إلا أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من دوري السلطنة، والآن الذي فاز لأول مرة بهذا الكأس الذي كل الأندية تتمنى أن تتلقفه. الآن ننتظر وكل الجماهير تصفق وهي واقفة، وهي في أشد أوقات فرحها الآن، فالتشجيع في أشده الآن والكل يقفز. وهذا المنظر الرائع وهذه الفرحة العظيمة التي تغمر الآن. بكل اعتزاز وتقدير ومحبة وإخلاص ووفاء وولاء أرحب بكم يا جلالة السلطان المعظم في هذا اللقاء مع شبابنا العماني الذين سعوا حثيثا للمثول بين أيديكم ليقدموا إلى جلالتكم شكرهم العميق وتقديرهم الخالص لما تفضلتم به عليهم من إنشاء وزارة باسم الشباب ترعاهم وتعمل على خدمتهم وتعنى بهم في أوقات فراغهم وتمدهم بالطاقات الخلاقة والإمكانات المتاحة للإسهام والمشاركة في مختلف النشاطات الشبابية على المستويات المحلية والإقليمية والعربية والدولية، وصولا إلى حياة متطورة متقدمة توظف كل طاقات الإنسان العماني وتشبع كل حاجاته المتجددة
فالشباب عبر التاريخ هم الذين يحملون دائما مشاعل النور والضياء في حياة الشعوب والأمم، ويصنعون الأحداث الكبيرة في تاريخها المجيد. وأنت يا صاحب الجلالة تعطي الشباب العماني من اهتمامك عطاء بالغا يحتم عليهم إقامة الجسور القوية بين الحاضر والمستقبل، ويدفعهم إلى صنع الأمجاد العماني في تاريخنا الحديث. ومن يمن الطالع أن يكون هذا اللقاء الشبابي اليوم متوافقا مع عيد ميلاد جلالتكم السعيد الذي تحتفل به السلطنة في هذه الأيام المباركة، اعتراف بفضلكم العظيم ووفاء لعرشكم المقدس. ومن روائع المصادفة أن يكون هذا العيد موصولا بذكرى الأيام القريبة القادمة التي شهدت أمجاد انتصاراتنا وتجسدت فيها قواتنا المادية والروحية بأروع معانيها وأبهى صورها، وتفجرت فيها قدراتنا البطولية على مواجهة الغدر والعدوان الشيوعي. وإننا نعاهدكم يا جلالة السلطان على امتداد رقعة الشباب العماني أن يكون فكرهم ونشاطهم وعملهم كله خالصا لله والوطن والسلطان حتى نحقق أهدافنا الوطنية والقومية ونؤدي رسالتنا الشبابية في ظل رعايتكم السامية. ونحن وراءك دائما يدا واحدا وعقلا واحدا وقلبا واحدا. عشت يا زين الشباب للشباب وبالشباب، عشت للأمل والمستقبل ولعمان والعروبة وللإسلام. وفقكم الله ورعاكم وسدد على الطريق خطاكم، وإنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن نكون معك معركة البناء والتعمير، عهد الوفاء وعهد الفداء، والله شاهد وناصر. تفضل. وها هو فريق نادي ظفار يتقدم أحد أفراد فريق ظفار إلى صاحب الجلالة لكي يستلم كأس جلالته في كرة القدم. الكأس بيد كابتن فريق نادي ظفار، وهذه هي الفرصة، هذه هي اللحظات الحاسمة، وهذا هو الموقف الجميل الذي تنتظره كل الأندية لكي تسلم من يد صاحب الجلالة يده الكريمة، يتسلم هذا الكأس ويحظى بهذا الشرف الكبير. وها هو الكأس يرتفع عاليا، والآن كأس فريق نادي النهضة الفائز
في كرة الهوكي. وأيضا هذه لحظات حاسمة قوية لها الأثر الكبير